رضوى الشربيني قالت: لكل اللي ضايق بنت أو سابها أو اتعوج عليها أو شاف نفسه وما كانش قد كلمته معاها، بلوك 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 بلوك. طبعا اتشهرت بالموضوع ده. أنا واحدة من الناس من عشاقها، بس أنا في مبدأ تاني مستخدماه وحقيقة حقيقة حقيقة جايب معايا مفعول هايل. عارفين وضع الأباجورة؟ أباجورة لكل بني آدم كان في حياتي، كان من أولوياتي، كان أهم حاجة عندي، وكنت طالعة بيه السما، وفي الآخر هو نزلني 7 أرض. فكنت بعمل حاجة بسيطة جدا، الأباجورة بس من غير لمبة وملهاش أي 30 لازمة. ممكن يبقى شكلها حلو من بره بس هي من جوه خربانة. وضع الأباجورة إن أنا بخليها محطوطة قدامي وفي الرايحة وفي الجاية أنا شايفاها، فبالتالي بيجي عليا وقت بشوفها ادمت، وبشوفها بقى شكلها وحش، وبشوفها بقت مش لطيفة، ومكانها هنا مش مكانها. مكانها يا إما تترمي يا إما نديها لحد بره، بس هو بيبقى الأحسن إنها تترمي عشان خاطر لا تضرنا ولا تضر غيرنا. معنى بقى الأباجورة إن البني آدم اللي بيبقى في حياتك وإن أنت بتدمنيه حرفيا، وإن هو بني آدم كل حاجة كان في حياتك، حضرتك لما تيجي تعملي بلوك 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 فانتي بتعملي ايه؟ بتنهيه من قدامك وانتي لسه ما اتشافتيش وانتي لسه ما تعافتيش منه، وبالتالي مع اول مقابلة بالصدفة ما بينك وما بينه هترجعي تاني ل7 أرض، لان من جواكي الحنين هيرجع تاني، دقات القلب هتزيد، التفكير هيرجع تاني، وده عن تجربة. انا بقول حاجة انا مجربوها. انما البني ادم يبقى قدامك مع اول مرة دقات قلبك هتزيد وهتبقي مخنوقة والحنين هياخدك وهتفضلي تفكري في كل اللي فات ما بينك وما بينه. تاني مرة هتبقي مخنوقة شوية ومتضايقة شوية وتفتكري الحلو بس تعديه. تالت مرة رابع مرة هوب، مرحلة الإدمان اللي انت كنت فيها شافتي نفسك بنفسك وهو قدامك أباجورة من غير لمط معفنة. عارفينها؟ عارفين الأباجورات اللي ما بيبقاش ليها أي 30 لازمة، اللي بنفضل حاطينها ديكور لغاية لما نجيب حاجة أحلى، وأول ما بنجيب حاجة أحلى بناخدها ونرميها في الزبالة. مبدأ بلوك 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 قصاده أباجورة من غير لمبة. عايزة بقى ممكن شير وهاشتاج لرضوى الشربيني لأن أنا من محبيها جدا، يعني أنا بحبها قوي. أكتر شخصية شايفاها إن هي قد نفسها، قوية، وأنا بحب الشخصيات دي.